اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هل هذه صيغة صحيحة في الصلاة؟ نعم، هي صيغة صحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كانت الأخت تسأل وتقصد هل هي صيغة صحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وفي صلوات النوافل، والجواب أفضل الصيغ الثابتة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد. وليس معنى ذلك أنني لا أقول بتسييده صلى الله عليه وسلم أو بتسويده، وهذا هو الصحيح لغة، أو بتسويده صلى الله عليه وسلم، لا حاشا له، فهو سيدنا وسيدنا وسيدنا، وهو قرة عيوننا، وهو حبيب قلوبنا، وهو تاج رؤوسنا، وهو درة تاج الجنس البشري كله. لكن من حبنا له أننا نتبعه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نزيد كلمة على العبادة التي علمنا إياها. فأصل العبادة التوقيف، الأصل في العبادة أنها توقيفية، يعني ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم نأتمر به بلا زيادة ولا نقصان. لقد سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والحديث في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن. فقال له عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله، بل قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ولم يقل وليقل والصلاة والسلام على رسول الله. إلى هذا الحد من الاتباع. نعم، فيجب علينا أن نتبع، فالأصل في العبادة التوقيف، ولا ينبغي أن نسيد أحدا ولو كان المصطفى، أو نسود أحدا ولو كان المصطفى، أي نشهد له بالسيادة، ما دمنا في مقام عبودية لله تبارك وتعالى. فأنت في التشهد تقولين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا تذكرين لفظ الجلالة مجردا بلا تبجيل ولا تعظيم. لم تقولي أشهد أن إلهي وسيدي ومولاي وخالقي هو الله، وإنما أشهد أن لا إله إلا الله. فلا ينبغي أن نعظم أو أن نسود أحدا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع ربنا جل جلاله، فما نال المصطفى ما نال إلا بعبوديته لله، وما أثنى الله عليه في أسمى مقاماته إلا بصفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فما شرف المصطفى إلا بتحقيقه لمقام العبودية لله. فلا ينبغي أبدا أن نزيد في أمور العبادات أو أن ننقص منها، وإنما صيغة التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي زيادة صحيحة وعلى آل إبراهيم اللهم فإنك حميد مجيد، وفي زيادة صحيحة في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون لفظ. وأشهد أن سيدنا لا في الأذان ولا في التشهد، لأن الأصل في العبادة التوقيف. أما فيما عدا ذلك أي في غير العبادة فهو سيدنا وسيدنا وسيدنا وحبيب قلوبنا وقرة عيوننا صلى الله وسلم وبارك عليه. وأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم بحبنا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه.